من قبل التاريخ من أرض الأهرامات الفراعنة بيرجعوا من جديد علشان يكتبوا المجد بحروف من ذهب. منتخبنا الوطني تأهل لكأس العالم 2026 المقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد فوزه على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. أدى تهديف المنتخب عن طريق كل من إبراهيم عادل بتسجيله الهدف، محمد صلاح بتسجيله الهدفين، وصناعة الثلاثي زيزو وتريزيجيه ومروان عطية. والتأهل ده هو الرابع في تاريخ المنتخب بعد نسخ 1934 و1990 و2018. بس الحقيقة رغم التأهل إلا إن أداء المنتخب ما كانش أحسن حاجة أو ما كانش للناس مستنياه، وكان في كذا علامة استفهام على أداء المنتخب، والمنتخب كان يقدر يمشي اللقاء بشكل أحسن من كده. بس الصراحة إحنا اتخدمنا عشان أداء منتخب جيبوتي مش أحسن حاجة. وطبعا في فروقات كبيرة جدا بين المنتخبين، بس دوت ما يمنعش إن في كذا لاعب من المنتخب كانوا عاملين لقاء مميز. أنت بقى هل المنتخب قادر إنه يعمل حاجة في كأس العالم؟